عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنفرز السبانخ والبسلة ونشيلهم في الفريزر طول السنة، يبقوا موجود عندك وعشان رمضان كمان. دول حوالي 2 كيلو بسلة، 2 كيلو سبانخ، ودول 2 كيلو بسلة. سهل جدا، انت بتقطعيهم وتغسليهم كويس وتخلي الميه فيهم كويس، تاكدي ان هم بقوا نضاف تماما ما فيهمش اي حاجه. بس بتغلي ميه الاول. هنعمل البسله علشان هي الجاهزه شويه معايا. ادي البسله، هتجيبيها كده وتحطيها في مصفى عادي وتدلقي عليها ميه سخنه لمده 10 ثواني، هتبقى تمام التمام اهي. تمام، هي هتبصي تلاقيها لونها بيتغير اهو، لونها بيبتدي يغير ويخضر اكتر، وكل ما تخضر اكتر خلاص نقلبها اهو كمان مره بس، ونشيلها من الميه السخنه ونصفيها، ونبتدي نحبيها في اكياس مع الجزر وتشيليها في الفريزر. بس تعبيها في الكيس لما تبرد، مش دلوقتي. دلوقتي بعد ما بردت تمام خالص وقطعنا الجزر وغسلناه تمام زي الفل، مفيهوش اي حاجه. نجيب الكيس، كيس عادي او حسب ما انت عايزه تشيلي، بس هي الاكياس دي اللي ظريفه تقدري تشيليها في الفريزر كويس قوي. تمام، بتعبي بقى المعيار اللي انت عايزاه، مثلا زي كده كوبايتين، هنحط كوبايتين مثلا في الكيس، حط معاه كوبايه جزر او حسب ما انت بتحبي الجزر كتير تحبيه قليل، حسب ما انت عايزه اهو. تمسكي الكيس تفضي منه الهواء خالص، تقلبيه كده تمام، وبعدين بتقومي عقداه اهو وتفرديه علشان ما يبقاش عامل مكان في الفريزر اللي عندك ويضايقك اهو. بنفرده اهو ونشكلهم فوق بعض الاكياس ونحطهم في الفريزر. دلوقتي هكمل التعبئه في الاكياس وارجع لحضراتكم تاني. كده خلاص عبيتهم وتقدري تشيليهم في الفريزر. شايفه المنظر شكلهم جميل وبيفضل اخضر زي ما هو كده، وما تستوي بتبقى ظريفه وكويسه يعني ما فيهاش اي مشكله. دلوقتي عندنا السبانخ زي ما هي برضو غسلناها وقطعناها. ما تقطعيش السبانخ صغير عشان ما تدوبش وانت بتسويها في القوطه، قطعيها كبيره شويه يعني كده، الحجم ده كويس مش وحش. برضو هندلق عليها الميه السخنه ونسيبها زي 10 ثواني اهي. بصي هي بتدبل اهي تمام. وبعد كده ما بتدلقي عليها الميه بتسيبيها شويه وتصفيها، وما تصفيها وتبرد تقومي ايه بعد ما تصفيها وتبرد تبتدي تعبيها في الاكياس برضو بنفس الطريقه، وتشيليها في الفريزر عندك من السنه للسنه. في رمضان، في وقت مش موجوده فيه السبانخ، تعملي منها سمبوسك، حاجات كتير جميله وفيها فوائد كتير. السبانخ جميله وكل الاطفال بيحبوها والناس بتحبها. هصفيها وارجع لكم لما تبرد عشان نعبيها مع بعض. رجعت لكم تاني بعد ما صفيتها وبردت تمام. نبتدي نعبيها في الكيس برضو زي البسله بالظبط اهو، برضو بالمقياس اللي انت عايزاه، الحجم اللي انت عايزاه، الوزن اللي انت عايزاه براحتك. شوفي انت عايزه قد ايه تعملي او طبختك على قد ايه، وتقومي ماليه الكيس اهو كده تمام. برضو بتبتدي تطلعي الهواء كده بالطريقه دي
ولف الكيس كويس عشان ما يبقاش فيه هوا ويضايقك اهو كده. تمام اهي. وتفرديها وتفردي الكيس برضو عشان ما ياخدش منك مساحة في الفريزر، ويبقى كل شيء مرتب عندك. الفريزر بتاعك مترتب ونضيف وظريف اهو. هعملهم كلهم وارجع اوريها لكم في الاخر بيبقوا شكل الاكياس فوق بعضيها ازاي. كده خلاص عبيناهم وشايفين كله في الاكياس. طبعا انت تعملي الاحجام اللي انت عايزاها، الوزن اللي انت عايزاه، الحاجه اللي انت عايزاها. دي بتفضل طول السنه يجرالهاش اي حاجه، بس اما تخرجيها من الفريزر وهي متجمده تنزليها على طول فين؟ في تسبيكه الطماطم على طول اللي انت هتشتغلي بيها، وتولعي عليها عادي هتستوي ترجع زي ما كانت كانك لسه جايباها بالظبط. ما تنسوش تفعلوا الجرس وتعملوا لي لايك وتشتركوا في القناه وسمعوني رايكم بقى في الكومنتات، ويا رب تعجبكم. بالهنا والشفا.